سلام من الله عليكم متابعي قناة فكر وتعلم الكرام في مقطع جديد. سوف تشاهدون في هذه الحلقة العديد من الأشياء الرائعة التي تحدث من حولنا في هذا العالم، مشاهدة ممتعة نتمناها لكم. لكن قم بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة. وفقاً لمجلة بيبول، الأكثر جاذبية للجمهور هي جيمينا سانجيس لمعرفتها العظيمة بالرياضة وجمالها. كانت جذابة، تحظى بشعبية كبيرة على شاشة التلفزيون. ولكن هذه المرة ننتقل إلى الجميلة فلافيا نورونيا. فلافيا هي مذيعة في التلفزيون البرازيلي، لا تحظى فقط بشعبية لكونها مثيرة للغاية، ولكن لأنها تقدم أكثر البرامج انتشاراً عند البرازيليون، وحتى أنها فازت ببعض مسابقات ملكات الجمال. استعدوا لمشاهدة سقوطها. لقد جنى على نفسه فيا لسوء حاله. كانت القناة الأخبارية تنتظر هذا الحدث على مدار السنين حتى يتمكنوا من تغطية حدث انهيار هذا الملعب، لكن هذا الباص الذي قدم قد أفسد تلك اللقطة، وعندما اكتمل الانهيار ذهب الباص وكأنه لم يحدث أي شيء. كانت هذه الشابة تقوم بتنظيف قفص كلبها، ولكن كلبها قام بحبسها في القفص. كان هذا الرجل يعمل بتلك الحرفية والدقة الشديدة حتى تكون الأرضية ناعمة بدون أي عيوب. ثم جاء هذا الكلب الضال وخرب كل ما كان يفعل هذا الرجل. النظر إلى تعبير وجه الرجل. صحيح أن اللص استطاع الهرب، لكنه نسي أن يأخذ معه شيئاً بسيطاً. دراجته. يبدو أن هذه البوابة ليست مخصصة لعبور المركبات. هذا ما يخشاه أي شخص يمتلك سيارة. هذا الرجل قرر إضافة تأثيرات خاصة ليوم عمله الممل. هل شاهدتم الملاعب المائية من قبل؟ يمكنك اللعب وحولك الكثير والكثير من الماء. بعد حصول هذه السيدة على قفص جديد للكلب، قررت أن تدخل وتلعب مع الكلب لبعض الوقت، لكن قدمها انزلقت وسقطت بهذا الشكل المضحك. لابد أنها لن تفكر في الأمر مرة أخرى. حاول المقدمان أن يصافحا بعضهما البعض، لكن المقدمة سقطت على الأرض. نقل الأهداف أثناء وجود العصار ليس بالفكرة الجيدة، لكن هذا المراسل أدرك الأمر بعد فوات الأبواب. أن تكون أحد هؤلاء الأشخاص على جسر زجاجي يبلغ ارتفاعه 850 قدماً، وفجأة يتشقق كل شيء تحت قدميك. إنه أمر مخيف بالتأكيد، ولكن لسوء الحظ بالنسبة لكل هؤلاء الأشخاص المذعورين كان هذا مجرد تأثير خاص. تم وضع هذه التكنولوجيا المذهلة فقط لإخافة السائحين، وهي تؤدي دورها بإتقان، بالإضافة إلى أنها توفر بعض المشاهد المضحكة لأي شخص يشاهد من بعيد، وهو ما يجعل التجربة أكثر انحراجاً بالنسبة للسائحين الخائفين. رغم أن يوم الزفاف يوم مميز،
إلا أن الجميع يكونون تحت ضغط كبير ويريدون أن ينتهي الزفاف بسلام، ويبدو أن العريس كان به من الصبر ما يكفي، لذلك لم يتحمل مزاح العروس معه أثناء فقرة تناول الطعام، وعاملها بعنف أمام الجميع، وقد كانت في قمة الإحراج أمام الناس. هذا القناع يتحرك بحركة موازية تماماً مع حركة الفم لتلك الفتاة، لهذا قد يبدو واقعياً نوعاً ما. بعد هذا الموقف آخر مرة سوف تذهب إلى الحلاق. لم يتم تصوير هذا المشهد على كوكب المريخ. هذه المنطقة متواجدة في ولاية يوتا الأمريكية، قد حصلت على هذا المظهر بسبب تراكم الرماد البركاني الغني بالمعادن. Well, you know the skit where all the multiple clowns come out of the tiny car and هذا مضحك للغاية. أظن أنها اختلط عليها الأمر ولم تعد تعرف إن كانت ستبكي أم ستضحك. عند مشاهدة هذا الفيديو ارتعبت كثيراً كيف أنه هذه الفتاة لم ترتعب على الإطلاق. في هذا المشهد سوف نشاهد مصارعة بين هذا الولد وصندوق الإزبال. كما تلاحظون هذا الولد ذاهب بالصندوق عكس الرياح، وهذا من حسن حظه، لكنه حاول التصدي للرياح بكل قوته لكنه لم يستطع، وبعد تلقي الكثير من الضربات على رأسه سقط على الأرض وفاز صندوق الإزبال. ما هو الشيء الذي جعل هذه الدراجة تتحرك بمفردها بهذه الطريقة؟ بمجرد أن فتح الباب انطلقت نشارة الغسيل في رحلة طويلة، فوجد المسكين نفسه يجري للحاق بها. في بحيرة كيفو الواقعة على الحدود بين كل من رواندا والكونغو يمكن أن نرى المياه تحترق بها، فبسبب وقوعها بالقرب من حزام البركان وبسبب امتلاء قاع البحيرة بغاز ثاني أكسيد الكربون، ومع وجود البكتيريا بالماء يتحول الغاز إلى غاز الميثان، ومن ثم تحترق المياه بهذا الشكل. يبدو أن حاوية القمامة قررت قطع الطريق والتوقف في الجهة المقابلة. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسى الإعجاب به والاشتراك في القناة. نراكم في الفيديو القادم إن شاء الله. إذا أعجبتكم هذه النوعية من الفيديوهات أخبرونا في التعليقات. إلى اللقاء. نقترح عليكم أيضا مشاهدة هذه المقاطع.